في القرن ال21، القرن اللي بنعيش فيه كلنا حاليا، بنعيش في عصر مليان بالسرعة والتوتر، والسرعة وصلت لحد العلاقات اللي كانت في العصور السابقة بتاخد شهور وحتى سنين على ما تتكون، حاليا بقت بتتكون وحتى بتنتهي بسرعة. وده لانه محدش بقى عنده وقت، رغم انه الوقت موجود وزي ما هو من قديم الازل، الا وانه الناس بقوا دايما حاسين انهم متأخرين. عشان كده في وسط كل السرعة ديت، لو انت شخص بيسهل التخلي عنه هتداس ومحدش هيشوفك. هتدخل اي مكان الناس مش هتحس بيك اطلاقا. في مكان عملك او حتى كليتك هتبقى موجود زي مش موجود، الاتنين واحد. وبرغم انه اعداد الناس في كل مكان كتيرة جدا، الا وانه في ناس معينة بيخطفوا الانظار، ودايما الكل بيكون حواليهم. ناس هتلاقي كل اللي موجودين حواليهم مهتمين ليهم، حتى لو كان الشخص ده ما عندهوش اي مهارات زيك او حتى خدمات يقدر يقدمها، وممكن حتى يكون مش بيفيد غيره، وبتلاقي الناس مش قادرة تتخلى عنه. حتى لو هو اكتر واحد بالمنطق مش هيأثر في الشغل او حتى في اي مكان تاني لو هو غاب، إلا وإنك هتلاحظ إن هو أكتر شخص مهم عند صاحب العمل أو في شلة معينة في المدرسة مثلا، حتى لو هو مش بيتكلم كتير ولا مضطر يظهر ولا يفرض نفسه بالعافية. عشان كده في فيديو النهاردة هشرح لك السر ورا الشخصيات ديت، وإزاي انت تقدر تكون الشخص دوت، شخص محدش بيقدر يستغنى عنه إطلاقا. أول وأهم حاجة واللي لازم أبدأ بيها، لأن كل البشر حاليا بيغلطوا وبيعملوها، وهي الهوية. معظم البشر في وقتنا الحالي ما عندهمش هوية واضحة، ما عندهمش شخصية، بل هم بيتبعوا الترند، بيتبعوا اللي بيحصل حوالين العالم، وبقوا مجرد نسخ من بعض ليس لهم أي قيمة. والموضوع هنا لا يقتصر فقط على شكل اللبس وبس، بل وحتى شخصياتهم كلهم متشابهة، كلهم عبارة عن نسخ مقلدة من بعض، وبيقولوا نفس الكلام ونفس اللازمات وحتى نفس نوعية الهزار. عايزك تقولي ايه في كل دوت هيخليك شخص مميز صعب التخلي عنه؟ يعني لو شلنا النوعية دي من الأشخاص من حياة أي حد، محدش هيحس بأي حاجة، بل ده حتى لو اختفى من العالم كله، لأنه مجرد نسخة، وفي منه كتير جدا بنفس الشخصية. وفي الحالة دي التخلي عنه هيكون مجرد وقت. ولكن على الجانب التاني دايما اللي بيكون بارز في أي مكان وليه حضور وبيلفت الانتباه حتى بدون ما يطلب دوت، هو الشخص المختلف. والاختلاف هنا مش بأنه يكون غريب الأطوار، ولا انه بيتصرف بشكل يوضح انه تعالوا شوفوا انا مميز قد ايه، بل الاختلاف هنا هو اختلاف ينم عن شخصيتك، اختلاف بيقول انك مش نسخة من العالم التافه دوت، اختلاف في طريقتك وفي طريقة تعبيرك عن نفسك وفي مشيتك وفي كل حاجة فيك، اختلاف نابع عن شخصيتك الحقيقية اللي موجودة جواك فعلا. خلي عندك هوية واضحة، هوية بتاعتك انت وبس، وما تحاولش تنسخ شخصية من عالم المسلسلات بأي طريقة، لأنه ده برضه هيخليك مجرد نسخة من غيرك. خلي عندك هوية بتقول أنا الشخص دوت، مش مجرد تقليد من حد تاني. تقدر تستلهم وتستفيد براحتك، ولكن ما تنسخش. ومن الأمثلة الجهلة اللي لازم يتم ذكرها واللي منتشرة جدا عندنا، هي كل اللي يعجبك والبس اللي يعجب الناس. أنا بقى جاي أقولك البس وكل واشرب وامشي واعمل اللي يعجبك انت وبس، لأنه ببساطة من الحاجات اللي بتخليك مش متشاف هو انك بتحاول اعجاب الناس زيادة عن اللزوم. وعلى العكس تماما، الشخص اللي بتكون الناس مش قادرة تتخلي عنه بيكون شخص حر، شخص قوي بيعرف يقول لأ لأي حاجة، شخص بيلبس زي ما هو عايز، شخص بيمشي رافع راسه ومش همه حد، شخص مش بيفرق معاه هو بيتكلم مع مين اطلاقا. الناس دايما بتحاول تظهر انهم اغنى او انهم معاهم موبايل معين ايا كان ايه، وبرضه بيتم نسيانهم بسهولة، لأن كل الحاجات دي مش هتخليك ذات قيمة إطلاقا. كل الحاجات دي انت شاريها من بره،
انما اللي بيخلي الناس عايزاك اكتر هو انت اصلا مين، دماغك وطريقة تفكيرك والشعور اللي بتسيبه، ده اللي بيخلي الكل يمسك فيك. الشخص اللي بيلفت الانتباه دايما هتلاقيه مش بيبذل اي مجهود لارضاء اي حد، بل وفي اغلب الاوقات بيكون هادي وساكت. هو مش محتاج اعجاب او حب الناس اساسا، وعشان كده هم اللي بيلجأوا ليه وهم اللي بيلتفوا حواليه، لانه بيكون نفسه، بيكون شخص مستغني ومش مستني الاعجاب من حد. عشان كده عايزك تكون عارف حاجة مهمة جدا، وهي انه محاولة ارضاء الناس غاية لا قيمة لها. لما تحب نفسك انت وبس، تلبس على ذوقك وتمشي المشية اللي تريحك وتعمل كل حاجة بتقول فعلا انت مين، هتلاقي نفسك بقيت واثق اكتر، والثقة دي هتبان عليك في كل لحظة، وده اللي هيخلي الناس عايزة تقرب منك اكتر واكتر. عايزك تكون فاهم ومتأكد كويس انه في العالم اللي احنا بنعيش فيه المشاعر هي السائدة، ومعظم البشر الموجودين في العالم دوت مشاعرهم هي اللي بتحركهم، مشاعرهم هي اللي بتسوقهم في كل قراراتهم، يشتروا ايه وما يشتروش ايه العربية الانسب ليهم اكتر، حتى ايه اللبس الانسب ليهم، كل القرارات بتكون نابعة من مشاعرهم. وحتى ده بيوصل ليصاحب او ما يصاحبش مين، يوظف او ما يوظفش مين. الموضوع اعمق من مجرد قرارات بسيطة، بل ده بيوصل لكل حاجة في حياتهم اليومية. اكيد شفت قبل كده شخص لا يسوى اي شيء، ممكن يكون جاهل وشكله اقل من العادي، وتلاقي كتير من النساء بتتهافت عليه، وحتى اصحاب العمل مش بيستغنوا عنه، وفي نفس الوقت واحد تاني اقيم منه ولكنه محدش عامل له حساب. وده ببساطة لانه العالم دوت مش مكان منطقي. المنطقية بتاعت انك لو اشتغلت اكتر هتكسب اكتر دي حسبة فاشلة اطلاقا، لانه العكس هو اللي هيحصل. الانطباع والمشاعر اللي بتوصلها للي حواليك هي اللي بتقرر انت هتكون شخص عادي وجوده زي عدمه، ولا شخص المكان من غيره مستحيل يمشي حتى وان كنت مش بتعمل اي حاجة. المهارات اللي انت بتقدر تعملها مش هي الاساس هو الاحساس اللي بتوصله للي حواليك، الشعور اللي بتسيبه للشخص اللي قدامك قبل ما تنهي معاك كلام وتمشي. وعايزك تركز معايا كويس، عشان اول حاجة انت هتبقى بارد، شخص بطيء بياخد وقته وراحته في الكلام، حركته هادية ومش بيحرك جسمه ودماغه او حتى ايده وهو بيتكلم. عايزك تكون اهدى من كده، لانه من الحاجات الفاضية اللي كتبوا عليك فيها في لغة الجسد ان كل ما كنت بتشرح بايدك كتير وانت بتتكلم انت كده عندك لغة تواصل والكلام الفاضي دوت، ولكن في الحقيقة ده لو انت بتعمل برزنتيشن في شركة، انما احنا هنا من على ارض الواقع. خلي نبرة صوتك هادية وفي نفس الوقت نبرة واثقة، نبرة ولا هي عالية ومزعجة ولا واطية ومش باين انت بتقول ايه، بل شخص واثق وعارف كويس هو بيقول ايه، بيسيب مسافات بين الرد وكلام اللي قدامه عشان يفكر في افضل رد يقوله. الاستعجال والكلام بسرعة بيخليك تبان شخص متسرع وهتغلط، وكل دي حاجات عادية، انما اللي جاي هو الاقوى وهو اللي محدش هيقولك عليه. لانه دلوقتي انا عايزك تنسى خالص فكرة انك تدي اللي قدامك شعور بالراحة. انت طبعا هتستغرب، ولكن عايزك تسمع دي كويس. معظم البشر اللي انت بتشوف حواليهم ناس كتير هم ببساطة بيسيبوا كل الناس دي مش عارفين هو حاسس ناحيتهم بايه، هو ببساطة بيسيب جوا كل واحد فيهم تساؤل، هو انا بالنسبة له ايه؟ ما تخليش حد واثق انك بتحبه نهائي، دايما خليه مش عارف هو بالنسبة لك ايه بالظبط. الناس متعودة انه دايما لما بيقعدوا مع حد الشخص ده ببساطة بيكون باين عليه انطباعات، يعني مبسوط متضايق زهقان من اللي قدامه، انما انت لازم تكون عادي، ولا انت حزين ولا مبسوط لدرجة تحسسه انه قعدته حلوة وانك حبيته، بل ببساطة خليك عادي، خلي اللي قدامك دايما بيسعى عشان يديك اكتر، وده في محاولة منه انك تحبه. ولكن في الحقيقة ده مش هيحصل، بل كل اللي هيحصل انه هيفضل لافف في الدايرة وبيحاول يرضيك، وانت برضو معتبره شخص عادي. ودايما سيب علامات استفهام عليك،
خلي الناس مش عارفة عنك كل حاجة، خليهم عارفين اللي هم بس لازم يعرفوه، وده في الشغل او حتى بين زمايلك في الجامعة او اي مكان. خليهم دايما متعطشين يعرفوا عنك اكتر. الغرض الرئيسي هو انك تكون شخص مؤثر، شخص وجوده في اي مكان بيخلق هالة وحالة جديدة، وبسبب المشاعر اللي بيسيبها في اللي حواليه محدش بيكون قادر يتخلى عنه اطلاقا. من أهم المهارات في الحياة واللي قليل جدا من البشر اللي بيعرف يستخدمها صح هي مهارة الاختفاء والانسحاب. الاختفاء في كتير من الأوقات بيبقى أقوى بكتير من كونك موجود قدام شخص أو مجموعة. إظهار نفسك ووجودك الدائم مش بيعني إطلاقا إنك كده اللي حواليك صعب ينسوك، بل في الحقيقة العكس تماما. انت لو فضلت متواجد طوال الوقت ومتشاف، اللي هيحصل انه هيتم الاعتياد عليك، هيتم الاعتياد على وجودك، وهتكون مجرد تحصيل حاصل في اي مكان. وبرضه الاختفاء الدائم هيخليك تتنسي مهما طبقت كل اللي انا قلتهولك فوق. بل الصح هو استخدام الاختفاء باعتدال، انك تكون عارف امتى تظهر وامتى تختفي، وقليل جدا اللي بيعرف يتقن المهارة ديت. ولكن حاليا هتعرف ده بيحصل ازاي. اولا نبدأ بالتواجد. انت لما بتكون متواجد في مكان بين مجموعة لازم اولا تكون طبقت كل كلمة من اللي انا قلتها لك فوق. وعايزك تكون فاهم حاجة مهمة، ودي من اهم النصايح اللي هتسمعها، وهو انك لازم تكون مقسم دايرتك كويس. دايرة الشغل، دايرة زمايل الدراسة، دايرة اصدقائك المقربين، ودايرة الاهل. كل دايرة من دول لازم تكون عارف انت عايز تاخد منهم ايه بالظبط. ما ينفعش تكون بتعامل كل دول بنفس الطريقة اطلاقا. دايرة الشغل مثلا اياك انك تتعامل معاهم على انهم صحاب عمل، زي ما دايما بتسمع الجملة دي بتتكرر. دول عمرهم ما هيكونوا صحابك، دول مجرد ناس معاك في نفس المكان اللي انت بتشتغل فيه. ولا تتعاطف ولا تديهم اكبر من حجمهم، ولا تتكلم اكتر من اللازم او تهزر مع حد فيهم. روح شوف شغلك وامشي، لانك لو عملت غير كده انت اللي هتندم. ولكن المهم انك بالطريقة دي بتقسم دوايرك وبتعرف انت عايز تاخد ايه من كل دايرة من دول، وايه اللي لازم تتجنبه. وبعد ما تعمل كده بتكون عارف وقت تواجدك في المكان دوت انت محتاج تعمل ايه، وايه اللي محتاج تتجنبه، ايه الانطباع اللي لازم تسيبه، وايه الانطباع اللي لازم تتجنبه، عشان لما تيجي تختفي الضربة تكون قوية. والاختفاء هنا هو اللي محتاج اللعب كله. الاختفاء مش مجرد انك ما تروحش الكلية مثلا فزمايلك يتجننوا عليك، بل الاختفاء الحقيقي هو انك بعد ما تظهر تاني ما يعرفوش انت كنت مختفي ليه. وفي كل مرة بتختفي فيها انت لازم ترجع بشكل اقوى من الاول، بحيث مع كل اختفاء تكون مخليهم قاعدين مستنيين الظهور القادم، الظهور اللي هيبان فيه ايه التقدم اللي انت احرزته. واختفائك لازم يكون في وقت هم مش متوقعينه اطلاقا. ولما تظهر اوعى تشرح انت كنت بتعمل ايه بالظبط وقت اختفائك، كأنهم كانوا معاك خطوة بخطوة. انت كده بتدمر كل اللي انت عملته، بل كل اللي عليك انك تفضل ساكت. ومن الرسائل اللي اختفائك بيوصلها بطريقة غير مباشرة هو انك تقدر تمشي في اي وقت، وده بيخليك في موضع قوة بدون ما تتكلم، كأنك بتقول أنا مستغني عن أي حد وبعرف أعيش لوحدي. بل وكمان في كل مرة أنا برجع أقوى من الأول. ولكن فترة غيابك لازم تكون محسوبة كويس. ولو عايز تعرف أكتر عن الاختفاء أنصحك تشوف الفيديو اللي اتكلمنا فيه عن الاختفاء باستفاضة. وما تنساش إن باب الانتساب مفتوح، وده مش مجرد انتساب أو دعم للقناة، بل أنت المستفيد الأول والأخير. لو وصلت للنهاية فده معناه انك شخص بيدور على الحقيقة. ولو مهتم تفهم اكتر عن علم النفس الاسود وفن التلاعب بالبشر اشترك في القناة، لان اللي جاي هيغير نظرتك للعالم تماما.